ده الحل معانا ان انا اجيب دي بيضه بتاعت فرخ عادي، بس انا بقى دي اللي عندي، دي المتاح اللي هو العادي، انا ما عنديش مثلا بيض فراخ غير ده، وبحطه مع دي. طبعا هو الفرق كبير، وده اللي احنا محتاجينه، ان الحصوه ان البيضه دي تشيل الوزن بتاع الحمامه عندي. يا مساء الجمال على كل حبيبنا في كل مكان، اتمنى يا رب تكونوا جميعا بافضل حال. تكسير البيض في الحمام التقيل مشكله بتواجه اي حد بيربي حمام روماني او حمام كينج او اي انواع ضخمه تاني، بس هي اكثر انتشارا في الحمام الروماني والحمام الكينج، وخصوصا الكينج اللي احجامه الضخمه. النهارده باذن الله هقول لك على تكات بسيطه تخليك محترف فرخ حمام تقيل. خليكم معانا. اول حاجه هنبدا بيها الاسباب. ايه الاسباب اللي بتخلي الحمام يكسر البيض؟ اول حاجه الحجم. طبعا كلنا عارفين الروماني والكينج مشهورين بحجمهم القوي والوزن التقيل. طبعا هو ده من اول الاسباب اللي بتخلي الحمام يتكسر الحصى. يعني مثلا ادي ذكر زي ده، زي ما احنا شايفينه بسم الله ما شاء الله حجمه اهو، اللي طبعا هيحط على الحصوه هيكسرها. طيب ايه، عشان برضه نبقى فاهمين ان الكينج الناس اللي ناجحه فيه او بتفرق كتير فيه الناس اللي هي عندها مستوى كويس بس حجم متوسط، لان الكينج ممكن الحجم المتوسط اللي فيه والاحجام الصغيره، بس الاحجام الصغيره بتبقى مستوى ضعيف. لكن ممكن حمامه كينج حجمها متوسط وكل التقليب اللي فيها بعدين كامله، تبقى يعني عايز اقول لكم تبقى دي التوب مفيش مشاكل، بس الحجم بيصغر شويه فبيعرف يفرق، يعرف يحضن لنفسه. برضه حد هيقول لي تاني طب نريح دماغنا ومن كل الكلام ده ونحضن حصى. تحضين مثلا زغلول زي ابني ده، لو قص زاجل حضن زغلول واحد منه وطلعه تمام يبقى زي الفل. ادي ده فرد شغال، الزغلول منه بيعدي الكيلو من ولاده. ده مثلا ذكر كينج وطرته نفس الكلام. عشان كده التحضين في الحمام التقيل بيجي بعد فتره، زي ما انا هوريكم. انا وصلت ان انا دلوقتي في حاجات بحضن تحتيها، واحنا برضو ما عندناش سياسه ان احنا نجيب قص ب 300 400 جنيه 500 جنيه عشان نحضن تحتيها. هنقول طب ما ناخد زغلول ونبيعهم، تمام. لكن انا برضو ببص لها نسبه وتناسب. قص ب 1000 جنيه ممكن احضن مثلا تحت مثلا، او في قص تاني ب 300 جنيه. انه الاهم، انا شايف ان ده تاكله حلو قوي. بدل ما اطلع الزغيل اللي هو اخليه يطلع الزغيل القويه، وممكن اعكس لو انا محتاج زغيل التانيين ممكن اعكسهم، بس تبقى المشاكل جايه في الحمام اللي سعره ارخص مش الحمام اللي سعره غالي. طيب دي اول حاجه بالنسبه للحجم. رقم 2 بالنسبه لاسباب الطول. طبعا كلنا شايفين مثلا الحمام الروماني، يعني مثلا الحمام الروماني مشهور طبعا بالطول. طبعا الطول ده لما بيتحرك في السلاكه غصب عنه، دي رقم واحد اقول غصب عنه، بس هقول لكم برضو ان لما ممكن يكون قاصد او برضو يبقى غصب عنه بس بشكل تاني. طوله ده بيخليه غشيم شويه في العين، يتحرك يكسر الحصى. دي نقطه. تالت حاجه في الاسباب، ودي من اكتر الاسباب اللي بتموت زغاليل واللي بتكسر حصى، وخصوصا دي في الحمام الروماني مش قوي في الكينج، بس في الحمام الروماني كتير قوي. غيره الحمام الروماني على عشها. الغيره على العش وحنيتها الزياده قوي تخلي الحمام يتخانق مع بعض على اللي يحضن الحصى فيكسروا. ولو الزغاليل لسه لبه واتخانقوا مع بعض ومين اللي ياكل، واحد بيقعد بيقوم التاني بالعافيه، بيحصل ان الزغاليل لا قدر الله بتموت. دي من اكتر الحاجات. الروماني غيور قوي على عشه وشرس كمان على عشه، فعشان كده مثلا تلاقي الطيره ماسكه، الطيره ممكن تقعد في العش مش عايزه الذكر يقعد فيتخانقوا في بعض، فتحصل هنا المشاكل. رابع حاجه معانا دي بقى اسباب بتبقى اخطاء مننا احنا. رقم 1 طاجن صغير. رقم 2 العين نفسها تبقى صغيره على الحمام. يعني مثلا بخصوص الحمام الروماني اقل عين ينفع يتفرخ فيها 60 في 70 فما فوق، ويستحسن في السايب. تالت حاجه معانا فرش الطاجن نفسه. احنا قلنا الطاجن لو صغير هيعمل مشاكل، ده هيكسر حصى. لو الطاجن نفسه لو فرشنا فيه تحديق، بالنسبه للحمام التقيل انا حذرت محدش يفرش تحديق بس للحمام التقيل، لانه خشن وما بياخدش ويدي مع الحمامه فبيكسر الحصى. ده كمان مش التحديق بس، ان احنا نحط قش رز
للحمام اذا كان كينج ولا اذا كان روماني، القش الرز بيخلي الحمام طول الوقت الحمام بيطفر في العش او بيشتغل في العش. يعني تلاقيه طول الوقت القشايه تطلع بره يروح يجيبها يقعد يظبط في العش كل شويه. الكلام ده كله بيخلي الحمام يشتغل في العش كتير. حركته طبعا وان الحصوايه تنزل في الوسط والقش الرز يتلف على رجل الحمام وهو قايم ياخد العش كله، كل ده بيكسر حصى. الغيه محتاجه، وخصوصا فرخ الحمام التقيل محتاج ان احنا نشغل دماغنا شويه في القص اللي قدامنا. عايز اقول لكم كان عندي قصوص كتير هنا، هوريكم مثلا قص انا عملت له ايه، عملت له اختراع، هاجي لكم هوريكم يعني ايه اللي عملته معاه لحد ما اتظبط. هو حاليا بيشتغل عادي لان هو اتعود، لكن في الاول هقول لكم انا عملت معاه ايه عشان خاطر لحد ما وصل ان هو يشتغل حمامه طبيعيه. قعد قص عندي سنه مش عارف اخد منه يعني زغلول واحد، لحد ما بقى ابتديت احطه في دماغي واشغل دماغي عليه، ابتكر له مش كل الحمام واحد، مش كل الحمام احط له عش. في حمام بيحصي على الارض ويطلع ويبقى زي الفل، وفي حمام تاني مش سلس. بصوا بقى جينا بقى للمهم وجينا للحلول. حلول الطواجن، اول حاجه هتكلم فيها طبعا هقول لكم شويه حاجات، بس اولها طبعا الطاجن. بصوا ده الاختراع اللي انا عملته للقص، هوريه لكم دلوقتي. كان قص روماني محطوط في عين في 60 في 70، وانا ما كانش عندي امكانيه ان انا اسيب القص ده مع انا مش بربي حمام سايب، فانا عايزه يشتغل في العين. فالمهم ان انا كنت كل ما احط له طاجن عادي اكبر في الطاجن اصغر في الطاجن بيحصل مشكله، الطاجن مفتوح شويه بيوقع البيض بره. اي حاجه بيعملها. المهم انا هقول لكم في الاخر، زائد بقى ان انتوا تسيبوا. كنت في الاول الطاجن العادي اسيب مثلا الحصوات فيه قبل ما يفك الاقيهم مثلا مفعوصين. المهم الحل اللي عملته ايه، اول حاجه جبت جردل زي كده، جردل عادي اللي هو البلاستيك ده ماشي، وقصيته الارتفاع ده يعني زي ما نقول مثلا حسبة 15 سم، قصيته القصه دي. ليه كده؟ ليه انا قلت جردل ما قلتش طبق؟ لان الطبق بيبقى مفتوح من فوق شويه، فممكن الفرد يجي لك في وقت يعرف يقلبه التقيل. انا هوريكم القص اللي دلوقتي اللي هو شكله عامل ازاي، فهو كان فتقيل، لكن ده زي ده هو مكعر من تحت فثابت قوي على الارض زي ما احنا شايفين، ثابت بيتحط ما بيقدرش ما تحطش رجلك عليه يقلبه، خصوصا ان هو يكون جواه ايه. هقول لكم دلوقتي دي رقم واحد عملته. رقم اتنين بقى بالنسبه للفرش، جبت حاجه. بصوا ادي الفرش من هنا. لو انا جيت للقص ده او اي حمامه تقيله اللي هي بتكسر حصى وجيت حطيت لها مثلا اي حاجه اذا كان رمله او تحديق او اي حاجه انا بحطها على طول مباشر، برضه هتيجي فتره وهيبتدي يكسر الحصى. اول حاجه عملتها، بصوا جبت هنا حاجه زي دي، شايفين دي كانت بطانيه، جبت حته بطانيه زي دي استخدمتها زي اللبات كده. وبعدين هقول لكم عملت ايه. بصوا حاجه زي كده، انا بوريكم دي بس الشكل. انا دلوقتي قلت لكم ان القص شغال بيه طبيعي خلاص، بس المهم قصيتها مدور. جيت رحت قصيت البطانيه دي كده بالشكل اللي احنا شفناه، او اي حاجه تخينه عندنا اللي عنده مثلا امكانيه الاسفنج او اي حاجه. المهم رحت قصيتها بشكل يعني مدور على قد الطاجن، وعملتها طبقتين، وبعدين لزقتها من تحت، لان لو سبناها الحمام طبعا انتوا عارفين هيشيلها. بعد ما لزقتها هنا، لزقتها ساعتها كنت لازقها بكل متهيألي، واتلزقت زي الفل ومية مية. وجيت بعدين حطيتهم للحمام، وكمان جيت رحت حطيت شويه رمله ناعمه قوي متغربله، رمله ناعمه، ورحت حطيتها كده. الحمام عنده رمله ناعمه مش هتكسر، زائد كمان ان لو الرمله اتحركت الحمام ساعات بجسمه كده يفضل يعمل مكان في النص، نلاقي الرمله تلاقيه يحفر حته في النص وتلاقي يحط الحصى فيه ويقعد عليها. لو كان الارضيه ناشفه كانت اتكسرت، فاهمين؟ فطبعا كده اصبح ان الرمله نزل، الحصى نزل وصل لحد تحت محمي بالكلام ده. دول حاجتين معانا بنعملهم. طبعا دلوقتي الحمد لله يعني الحمام مثلا اشتغل معايا في حدود سنه بالكلام ده. بعدين دلوقتي بقيت احط له رمله ناعمه بس زي كده خلاص بيطلعوا تمام زي الفل. تكه بقى مهمه قوي بالنسبه لفرخ الحمام التقيل، دي حصوايه قص مثلا ملطي، تمام؟ الحصوايه دي لما ذكر مثلا زي الكينج او فرد روماني او الملطي نفسه، لما بيجي يحط عليها مع وزنه التقيل فتره بيروح كسرها. ما اتكسرتش النهارده تكسر بكره تكسر بعده. ايوه طبعا في حمام شغال زي الفل ما بيعملش كده، بس وزن الحمام التقيل بعد فتره بيبتدي يكسر. انا بتكلم على القصوص اللي فيها مشاكل، يبتدي يكسرها. الحل ايه؟ دي حصوايه
بلاستيك، اللي هي الحصويه اللي مش اللي هي الفيك، حصويه مش اللي هي بتتباع جاهزه دي. تمام. دي لو اتحطت هنا، شايفين الفرق؟ شايفين دي من دي؟ لو كانت دي اكبر من دي كانت الدنيا معايا ظبطت، وكنت هقول لكم دلوقتي انا كنت استخدمتها في ايه. كنت هخلي دي يتحطوا مع بعض، حتى لو دول اتنين اتحطوا مع بعض، كانت الناشفه دي كانت هتشيل وزن الحمام التقيل عن الحمام ده عشان ما تكسروش طول الوقت. انتوا عارفين الحمام لو تحتيه حصوايه 2 3 بيحضنهم مع بعض، فطول ما هم مع بعض دي طول الوقت هتبقى شايله الوزن عندها عشان مش تكسره. طيب الحل ايه؟ دي صغيره. الحل ان انا اجيب ده، الحل معانا ان انا اجيب دي بيضه بتاعت فرخ عادي، بس انا بقى دي اللي عندي، دي المتاح اللي هو العادي، انا ما عنديش مثلا بيض فراخ غير ده، وبحطه مع دي. طبعا هو الفرق كبير، وده اللي احنا محتاجينه، ان ان البيضه دي تشيل الوزن بتاع الحمام عندي. تمام. طيب دي كبيره، نشوف اصغر بيضه ممكن نقدر نجيبها. يعني لو في حد عنده بيض بلدي تمام، لو في حد مثلا يجيب من السوبر ماركت بيضه بلدي تمام، مفيش ممكن في بيض زي كده ياما صغير، نجيب اصغر حاجه من دي بيبقى فرقها يعني قد دي مثلا مره ونص، ونحط واحده مع الاتنين دول، هتبتدي ترفع الوزن عن الحصى ده. دي اكبر حاجه ظبطت معايا في الحمام، ان هو ما يكسرش الحصى. خد بالكم من التكات دي عشان محدش هيقولها لكم غير اللي مجربها. انا غاوي تقيل وغاوي فرخ حمام تقيل، وفرخت كل الانواع في التقيل، اذا كان روماني اذا كان كينج، الصعب والسهل. فانا بقول لكم من خلال التجربه دي. بس دي اكبر تكه، هنحط الكلام ده معاها، وما تخافوش الحصويه مش هتفك في الاول، الحصويه دي بتفك بعدها بكتير، متهيألي 30 يوم او حاجه، فمش هتفك في الاول ولا حاجه. ده اذا كانت مبذره اساسا، واستحسن نجيبها من السوبر ماركت من الثلاجه عشان ما ناخدش ذنب مثلا جنين يكون يتكون وبعد كده يترمي ولا حاجه. بس النهارده يا رب نكون استفدنا من الفيديو، وركزوا في التكات اللي انا قلتها دي بالنسبه للناس اللي بتربي تقيل. ولاي سؤال تاني واي استفسار في التعليقات، وانا برد على كل تعليقاتكم. وكده نبقى وصلنا لنهايه فيديو النهارده، واستنونا باذن الله في فيديو جديد.